لو بتشطب حمامك تفتكروا مين يكسب؟ تويلت سيت عادية ولا معلقة؟ القعدة العادية بتكون أشكالها كتيرة وكمان بتكون أوفر من القعدة الدفن، وكمان صيانتها بتكون أسهل من القعدة الدفن لو حصل مشكلة في السيفون. بس مشكلتها ان بيكون فيها اشكال بتكون ميه تحتها، وكمان في النظافه ما بتكونش احسن حاجه، وفي اشكال تانية بتكون لازقه في الحيطه بس مشكلتها ان هي بتاخد مساحه اكبر شويه. اما بقى التويلت المعلق اول ميزه ليه هي الشكل وتوفير المساحه. ممكن نستغل المساحه اللي فوقيه بوحدات زي اللي احنا شايفينها دي او ارفف عاديه خالص، وطبعا النظافه تحته بتكون سهله. اما بقى من حيث العمليه فهو عملي جدا برضه، بس لازم يتركب صح من البدايه، لان اي غلطه في المناسيب بتاعته من التاسيس من الاول بتخلينا نحتاج ان احنا نرجع نكسره من اول وجديد. يبقى تفتكروا مين يكسب معانا، الاوفر والاسهل ولا الاجدد والاشيك؟